السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده روتين يوم الجمعة كده، روتين سهل وبسيط. رُحت سوق الجمعة كده بصراحة اشتريت شوية حاجات كده أنا ما كنتش جبتها يوم الأربع. إحنا السوق بتاعنا في الطايفة يوم الأربع. جبت البتنجان الطويل ده بصراحة لقيته ب5 جنيه، ما كنتش مصدقة بصراحة. ده أنا جايبة المكبّب يوم الأربع عندنا كانت بتقول الكيلو وربع، جبناه عافية كده الكيلو ونُص. وكنت برضه جِبت نُص كيلو فلفل، وجِبت 2 كيلو عنب، طبعًا العنب لو جِبت كل يوم 2 كيلو بيخلص. وجِبت كرنبة دي أهم حاجة، وكنت رايحة أصلًا عشان أجيب السمك وأجيب كرنب وأجيب خَس بس. أنا كنت جايبة خَس يوم الأربع وخلص، فكنت رايحة عشان السمك والكرنب بس. فقُلت بقى إيه، أمّا أعمل يا دوبك كده جيت من السوق، كنا جايبين طبعًا فول وطعمية، فطرنا واتضيّرت بقى. كان في كوبايات بصراحة من العشا. وده السمك اللي أنا جِبته، ده سمك بوري. عايزة أقول لكم أنا كنت باروح المحل اللي أنا باجيب منه بيبقى السمك صابح صاحي، بييجي من المكان اللي هم بيجيبوا منه السمك بيبقى صاحي. يعني ده أنا كان بيتلعبط كده على ما جيت هنا بصراحة وفطرنا وكده، بقيت أفتح الكيس لقيته خلاص مات بقى. طبعًا الكوبايات اللي في الحوض ديّة من بالليل، طبعًا كوبايات شاي، على قهوة، على والكوبايات الكبيرة ديّة كان مكانها جيلي. فقُلت بقى نفطر الأول، فطرنا ساندوتشات كده اللي إحنا جايبينها فول وطعمية. وقُمت بقى وشربنا الشاي. وقُمت بقى قُلت إيه نبدأ بقى، قُلت لها: "يالّا يا هدى بقى إيه عليكِ بس أنتِ تصوريني وأنا هاشتغل." بدأت كده أروّق الأطباق بتاعتي والكوبايات من الحوض. أنا مش باعرف أغسل إلّا لمّا أنزّل كل حاجة في الأطباق وفي الكوبايات، عشان تغسلي ويبقى الغسيل معاكِ صح. لكن آخُد أول بأول وأنفّض وأغسل كده مش باعرف أنا. في ناس كده بتعمل كده، بس أنا مش باعرف أعمل كده بصراحة. بادعك الكوبايات حلو بقى، تدعكي دعيك حلو كده محترم للكوباية، علشان ما تعملش الطبق، يعني تحسّي إن الكوباية صفرا معاكِ كده. طبعًا أنا كنت مستغلّية بقى، قُمت بقى إحنا فطرنا واتبسطنا وجوزي كان وراه مشوار وسابنا ومشي، واستغلّيت بقى إن بصراحة لمّا بيبقى في البيت بيخلق شغل، اعملي كذا، خلّي كذا، لو لقاكِ بس قاعدة شوية يقول لِك إيه، ما تقومي تعملي كذا، ما تقومي تخلّي كذا. وبيبقى ما فيش حاجة في البيت يعني، بس هو يعني إيه، انتهزت الفرصة بقى قُمت أشتغل براحتي خالص، مش مستعجلة حتى الضهر جدًا. وما كنتش عملت لا الرز ولا السمك، لإني كنت باشتغل براحتي. وطبعًا هو لو كان موجود من معانا كان زماني ما عملتش روتين أصلًا ولا صوّرت أصلًا، لإني على طول بابقى مستعجلة. على ما الرز ما يطيب أكون غسلت المواعين، على ما مثلًا بنتي تعمل السلطة وتجهّز القعدة، أكون أنا شويت السمك. بيبقى كل حد بيعمل حاجة كده. لكن أنا بس قُلت لها: "بس أنتِ عليكِ تصوّريني وأنا هاعمل الأكل براحتنا بقى، وهاروّق كده البيت براحتنا." يعني ما إحناش متسربعين ولا حاجة. لإن طبعًا اللي بيبقى يعني بيزهّقِك شوية أو يوم الجمعة بالذات، إن أنتِ بيبقى فطارِك بعد الصلاة، يعني ساعة ما بييجوا من الصلاة كده، بيبقى ده فطارِك هو غداكِ يعني. فالنهارده إحنا خلاص كنا فاطرين وبنشرب الشاي، وكانت الساعة 11:15، يعني كان باقي ساعة إلا ربع أو يعني حاجة بسيطة على الضهر. وهيقوموا يصلّوا بقى ومش هينفع بقى، إحنا لسه واكلين ما كمّلناش ساعة وناكل. فطبعًا أخدت وقتنا، فضلنا لمّا كانت بقت الساعة 14:00 طلعت بقى شويت السمك، عملت الرز. بس برضه جِبته في التصوير. غسلت المواعين بتاعتي كده واتضيّرت بقى على الخَص الحلو ده. طبعًا الراجل كان طبعًا هو بيبقى بيروّقه لِك هناك كده وينضّفه لِك. وأنا قُلت له: ما تنضّفيهوش، أنا هانضّفه، أنا عنده طيور." هو بيبقى واخد الأكل، واخد اللي بيبقى الزيادات على الخاصية ده وبيبيعه. أنا عن نفسي يوم الأربع كنت شارية ليّا شوية للبط ب10 جنيه. طبعًا ما فيش أكل وما فيش عيش، فكنت شارية لهم كل مدى ما باشتري يعني إيه. كانت أول مرّة، لإن الخاص هو بقى له أسبوعين عندنا بس ما كانش بيبقى هاجم. دلوقتي بقى كتير، العربيات بتيجي مليانة على آخرها، كان الأول عربية واحدة وبيبقى زحمة إيه. دلوقتي بقى كتير بقى. فقُلت له: "لأ أنا عندي طيور ما تنضّفش الخاص، أنا عايزة الورق الزيادات في ده." طبعًا كام ورقة كده لقيت فيهم ورقهم أخضر وحلو من اللي أنا شايلاه، سردتهم كده علشان أغسله برضه، لإن أنا طبعًا جايبة كرومبة. حتى لو إيه حتى الكرومبة لو هي كرومبتين والّا 3 لازمًا يكون معايا خَصّ. ربما إن الورق ما يكفّيش، ربما إن الكرومبة ما تطلعش حلوة. لازمًا أكون سارتة خَصّ ومدبّلاه كده، عشان لو فاض معايا رز والّا حاجة أحشي بيه ورق الخَصّ. وخصوصًا إن أصلًا جوزي بيعشق كده ورق الخَصّ، هو بيبقى حلو برضه بصراحة يعني. قعدت أغسله بقى كده خصاية، خصاية. طبعًا لو أنا طبعًا زي ما قُلت لكم لو أنا مستعجلة،
كنت حطيت الطبق الكبير بتاع الغسيل مليته ميه، وحطيت الخس فيه كده عشان لو في طينه ولا في اي حاجه يبوش. ده بصراحه ما كانش فيه طين ولا كان فيه اي حاجه، كان نضيف بصراحه. عشان كده وانا بنضفه انا قلت ان انا هغسله كده ايه، وانا واقفه، يعني مش مضطريه ان انا انقعه لانه نضيف. طبعا بحب اغسله تحت ميه جاريه برضو، يعني حتى لو انت ناقعه الخضار بتاعك ارجعي اغسليه تحت ميه جاريه علشان اي حاجه فيه تنزل كده مع الميه الجاريه، ما تبقاش في نفس الميه اللي انت ناقعاه فيه. خلصت بقى غسيل الخس كده وحطيته طبعا في طبق الغسيل، طبق الخضار يتصفى كده من الغسيل. طبعا زي ما قلت لك الخضار لو حابة ان هو يفضل معاك عندك يومين ثلاثة، وطبعا هو بيبوظ دلوقتي برضو، يعني الجو رطب شوية بس برضو لو سبتيه يومين ثلاثة على الرخامة كده بتلاقيه باظ منك. بعد ما بتصفيه خالص من المية بفوطة عندك مش بتستعمليها، بتلفيه فيها وفي كيس وبتدخليه التلاجة، بيفضل عندك بالاسبوع والعشر ايام. طبعا الكرنب طبعا انا مش هعملها النهارده، هركنها. والبتنجان الحلو ده انا هعمله بتنجان مسلوق، بصراحه ما عملتوش من زمان. وده خيار انا كنت جايباه من يوم الاربع للتخليل وما كنتش خللته، لان كان عندي في مكان السطل بتاع التخليل كان فيه لسه كتير، فما قلت هحطه فين، هسيبه مش هيجرى له حاجه لو فضل يوم ولا اتنين كده. هفضي بقى العنب بتاعي عشان اغسله زي ما انتم شايفين. طبعا انا المره اللي فاتت كنت جايبه العنب قدامكم، كنت جايباه فرد، شارياه فرد، وكنت جايباه كيلو ونص كيلو ونص ب10 جنيه. ده انا جايباه ب15 جنيه، هو عامه في السوق في كل حته ب15 جنيه. بس احنا بصراحه عشان انضف العنب حلو مش بعرف اغسله وهو على ايده كده، لان انت ساعه ما بتسيبيه في الميه بس يتنقع شويه بتيجي تهزي العنجود كده بتلاقيه فرط معاك، وبيبقى شكل العنب كده مش حلو كده، لما تلاقي مثلا ايه كل عنقود في كام حبايه كده، لا. اغسليه حلو ونزليه كده، هو احنا هناكل العناقيد كده في بقنا، هي بس حبايه العنب اللي بتتاكل. شايفين كميه الوساخه اللي نازله من العنب ده؟ انا كنت طبعا سبته شويه كمان، نقحته قيمه 3 4 دقايق كده وقمت رايحه عليه. بقى كنت نقلت الخس بتاعه وظبطت الرخامه التانية كمان. شايفين بعد ما اتنقع من اول مره بس بتحسي ان هو يعني ايه نضف شويه. هكمل برضو تفريط، يعني انا كنت بفكر ان انا اسيب، بنتي قالت لي كملي تفريط عشان يبقى نضيف، عشان لما نيجي ناكل كده يبقى ايه، ما نشكش في حاجه او نشطفه تاني ولا حاجه. خلاص انا غسلته حلو وظبطته، هجيب المصفى بتاعته وهحطه فيه يتصفى حلو من الميه، وبقوم مدخلاه التلاجة. عايزه اقول لكم لو يعني العنب ده لو كل يوم 2 3 كيلو عنب هيتاكلوا، بالذات العنب يعني الفاكهه الوحيده اللي ما يعني مطلوبه على طول عندنا هي العنب. كل الفاكهه بصراحه مطلوبه، بس يعني اللي بتتاكل على طول هي العنب، سواء كان عنب بناتي او العنب ابو بذر ده او اي عنب الكريز. هو العنب، بس العنب الكريز ما بقاش حلو دلوقتي خالص، هو ده بقى اللي ماشي في كل الاسواق. هو عشان البذر بتاعه بيبقى رخيص شوية عن العنب التاني. هغسل بقى الفلفل بتاعي كده، بصراحة ما كنتش جبت يوم الاربع كان فيه قدامي، بس انا جبت شطة والشطة طلعت حراقة زيادة عن اللازم. انا كنت عارفة ان هي حراقة بس دي طلعت حراقة زيادة عن اللازم. لو حطيت بس نص قرن على الطبخة بلاقي الطبخة حراقة ومش عارفين. فطبعا لاني ما جبتش فلفل علشان كده اضطريت ان انا اضطريت ان انا احط ايه لو نص قرن بس كده في الطبيخ بيطعم الطبيخ. غسلت جبت نص كيلو ب10 جنيه. وطبعا الخيار اكمله من يوم الاربع النهارده الجمعه، كان في بعد خياره كده لقيتها ضربت ومش حلوه. وعايزه اقول لكم ان الخيار ده يعني لو قلت لكم على سعره والله مش هتصدقوا، وحياه ربنا انا اصلا ما صدقتش الراجل وهو بيقول لي. انا بقول له الخيار بكام، ده قال لي التلاته ب10. يا عم انت بتقول الخيار بكام؟ يقول لي التلاته ب10. هو يعني كان شبه دبلان شويه كده، مش ان هو مثلا صابح، لا. هو كان مركون تقريبا في الوكالة شكارتين 3 مركونين في الوكالة، عشان هو كان وراه كام شكارة كده وعمال يزعق ويقول التلاتة ب10 يا خيار. فكرت ان الخيار الكبير زي ما التانيين ما بيزعقوا بيبقى ب5 جنيه، والاتنين والتلاتة ب10، لكن ده قل على الصغير ده اللي احنا كنا مخليله مع بعض الفيديو اللي فات في الروتين، لما كنت حاطة في السطل لفت وفي البرطمان التاني الخيار.
طبعًا لسه اللِفت كتير زي ما أنتم شايفين في البرطمان، وطبعًا قُلت ما كنتش عشان كده ما عرفتش أخلِّل الخيار يومها. هانقل بقى كده المخلِّل بتاعي كده وأحطه في علبة في التلاجة، والمَيّة بصراحة لقيتها المَيّة حلوة، شايفين مش عاملة ريم ولا عاملة طبقة بيضا ولا أي حاجة خالص. أهو معاكم على الفيديو شايفين أول بأول أهو. طبعًا أنا غسلت الخيار بتاعي كويس جدًا وشطفته، وهاحطه بقى إيه كده في المَيّة الحلوة دي، لإنها مَيّة عايزة أقول لكم حراقة جدًا وحدوقتها حلوة ومضبوطة، عشان كده استخسرت كمان إن أنا أكُبّها. قُلت لأ هاحط الخيار فيها كده، على ما نخلّص الخيار ده أو الخيار التاني هيكون ده استوى وزيادة كمان. بس يعني إيه، هو الخيار اكمن له خيارية ناشفة مش هتبوظ ولا هتلين مني ولا حاجة، هتتاكل، وخصوصًا الأولاد عندي بيحبوا مخلل الخيار. اتبقى كده كام واحدة حطيتهم علشان أرشّقهم في الأماكن، اضطريت إن أنا أكسّرهم كده، وهانزل عليهم برضه بالطبق كده علشان يغطّسهم في المَيّة، أضغط شوية يعني مش جامد علشان ما يتكسّرش، أنا بس يعني إيه، لو في هوا والّا في فراغات والّا أي حاجة ياخد وضعه الخيار في مكانه. واضغط بقى كده واقفل البرطمان بتاعي زي ما أنتم شايفين كده، طبعًا الطبق الإزاز اللي أنتم شايفينه ده هيحكم بقى، ما يخلّيش خيار ولا أي حاجة تعوم على الوش، فبالتالي مش هيعمل معاكِ عفونة ولا أي حاجة. والمخلل بقى ده أنا هاحطه في التلاجة، نسحب منه كده، مش شرط بقى مَيّة ولا حاجة، خصوصًا إحنا بنحب المخلل فمش هياخد وقت كتير في التلاجة ولا حاجة. يعني يومين 3 بالكتير هيكون خلص. واتضيّرت بقى هنا على الرُكنة بتاعتنا في الصالة. عايزة أقول لكم يعني هي كده شِبه نضيفة النهارده شوية. ليه؟ لإن امبارح إحنا كنا بالليل برّه، فعشان كده ما كناش قاعدين في الصالة، لكن هي كل يوم بتبقى أكتر من كده، يعني هي كده شِبه نضيفة. بس لازمًا عن الترويق كل يوم، لإن الأولاد بيقعدوا عليها يقزقزوا لِب ويجيبوا شيبسي، كاراتيه، ويبقوا قاعدين كده، وممكن تلاقي إحنا النملة عندنا ممكن تفتحي التلاجة تلاقي نمل، أنا مش عارفة إيه مشكلة النمل، يعني عملت كل الطرق وبرضه بالاقي نمل في البيت. يعني سألت برضه عن حتّة النمل دي، يقول لك أصل في حسد، والله باكُب برضه مَيّة بملح والرُقية الشرعية وما فيش فايدة. بس أنا باقول يمكن من عشان الأولاد بصراحة يعني أنتم شايفين كانوا يقشّروا البرتقان ويفصّصوا ويحطّوا وراهم كده ويبقى الطبق قدّامهم، بس يا تكسّل تقوم تتنقل، الصور محطوطة هنا، التليفونات هنا، الشاحن هنا، بيكسّلوا يشيلوا الحاجة من مكانها. لابد عن الترويق ده كل يوم، كل يوم، يعني ممكن مرّة الصبح ومرّة العصر، لإن بصراحة أنا عندي الرُكنة في الصالة وقعدتنا كلّها في الصالة، ما عدا الأكل بس في الأوضة اللي إحنا بناكل فيها اللي فيها الشاشة. لكن اللي بياكل بيقوم طالع قاعد برّه كده على خصوصًا الأولاد، يعني بنبقوا قاعدين قدّام الشاشة، هُم يمسكوا التليفونات ويطلعوا يقعدوا برّه كده في الصالة، وأنا عملت زيّهم، لمّا أكون بامسك التليفون باقوم رايحة برضه قاعدة في الصالة، لإن الأوضة التانية جوّه شوية، ما بيبقاش فيها يعني إيه، شبكة النت مش شغّالة فيها حلو. هانفّض بقى الترابيزة بتاعتي كده، يعني ما نفّضتهاش أصلًا بقى لي يومين، وكان نازل عليها قشر لِب حبيبات كده من بذر من بتاع العنب. التانية دي على طول بتبقى نضيفة، بصراحة لإن التانية ديّة ما عليهاش حاجة، فعلى طول بتتشد يمين وشمال والحطايط كلّها عليها، إكمنّها فاضية كده ومش مسحومة يعني. لكن التانية دي الطفاية والفازات الورد أصلًا يعني شِبه مكسورة، أو مش شِبه، هي مكسورة عامةً، ده إحنا مصلّبينها وحاطينها منظر، الأولاد كانوا عايزين يرموها وأنا قُلت لهم: "لأ مش رامياها، أنا هاسيبها، لمّا نبقى نجيب غيرها نبقى نرميها." وهي قاضية الغرض، يعني بمعنى أصح مدّية منظر حلو شوية. هنا في نفس الصالة، طبعًا أنا ما فرشتش السجاد بتاعنا لسه جاي، أنا كنت ودّيته أنا باغسل كل سنة السجاد عندي، بس بصراحة السنة دي كان اتوسّخ جامد وكان كلّه رماد، فما غسلتوش، لسه جاي ودّيته المغسلة اتغسل واتنشّف، ولسه بصراحة أنا ما فرشتش، مستنية بقى إيه، أنا يعني يمكن الكل فرش، بس أنا مستنية بصراحة الجو يعني يبرد شوية، لإن رمضان السنة دي هيبقى في شهر 3، فمش عايزة الفرشة تكون تتوسخ أو إن أنا ألحق وألمّها وأغسلها، لأ أنا عايزة يعني تبقى قُربت شوية، بحيث إن أنا ممكن أشمِّس السجاد وأبقى أدخّله تاني في العيد، بس ما يلحقش إن هو يتوسخ، أو يمكن يتوسخ مش عارفة بظروفها يعني، فعشان كده. وبعدين إحنا على ما ودّيته المغسلة أخد وقت، بقى له فترة في المغسلة بيتغسل،
ما كنتش أعرف إن هو بياخد وقت طويل كده، فلمّا اتصلت وسألت قالوا إن هو يعني على ما ينشّفه كويس، لإن في مغسلة في ناس بتغسل بس وتدّيكِ تنشّفي عندِك. يعني أنا في سَنة من المرّات جوزي ودّى ولقيته جايبها لي يعني إيه، بيصفّيها بس هو من المَيّة وتاخديها عندِك تحطّيها في البلكونة أو على السطح تنشّفيها، لكن ده بصراحة جايبها متنشّفة جاهزة وملفوفة ولافف عليها بلاستر، منين ما تحبّي تفرشي تفرشي. إن شاء الله لمّا آجي أفرش هاضبّط معاكم الفيديو برضه روتين كده لفرش الشقة وهنعمله مع بعض بإذن الله. هنا بقى الترابيزة بتاع بنتي شايفين أنا ما أخدتش بالي في الكلام، قعدت أتكلم كده اللي يشوفها يقول مقطّعاها من المذاكرة بصراحة، وهي أول ما أقول لها يالّا هنعمل حاجة أبُص ألاقيها رايحة قاعدة على الترابيزة ولا بتذاكر وهي باصة في المذكرة وباصة في الكتاب ولا بتذاكر ولا أي حاجة، يعني بس عشان تهرب من الشغلانة اللي أنا إيه هاقولها لها، ما باتكلمش باقول لها طب روحي بس أمّا أشوف آخر السنة هتجيبي إيه وهتعملي إيه. اتضيّرت بقى على طول كده بقى إيه، إحنا كنا أخدنا وقت مش وقت كبير ولا حاجة، بس يعني إيه، خلاص الضهر أدَّن والناس بتصلّي، فقُلت أعمل الرُز يستوي براحته علشان لمّا الرُز بيستوي على نار عالية بيتلهَف منِّك الحلة بتتحرق، فأنا قُلت يطيب براحته وبعدها نعمل شاي ونشرب وبعد كده نبقى نطلع نشوي السمك، يعني إحنا لسه فاطرين مش جعانين ولا حاجة. طبعًا أول دور من السمك كده أنا باكُب المَيّة بتاعته قدر الإمكان ما بادعكش السمك أول دور، وحطيت مَيّة الرُز كده علشان أنا هانزل بالسمك في مَيّة الرُز، لإن غسيل مَيّة الرُز في السمك بتمنع أي زفارة أو ريحة كريهة للسمك. هنا حلة على النار كنت حاطة فيها معلقة من الزبدة ومعلقة من الزيت وكنت مولعة على الكاتل كمان. وحطيت ملح وغطيت عليه وضبّطته، وهنا غسلت السمك وحطيته كده زي ما أنتم شايفين في مَيّة الرز، وسِبته بقى، يعني عايزة أقول لكم إن أنا كنت باقول نُص ساعة واشوي، بنتي قالت لي كل ما آجي تقول لِك هي لسه أنا مش جعانة، ما تشويش دلوقتي، أنا مش جعانة. فسِبنا بقى وطلعت شويت السمك، زي ما أنتم شايفين كده رز وسمك، وكان جوزي كمان اتصلنا عليه وقال ده أنا جاي أهوّة في الطريق، فعملنا حسابه كمان يعني لو كان سابني هنا كمان كنا عملنا الطبلية الطويلة. ده كان فيديو النهارده كده وروتين خفيف بسيط، يا رب تكونوا اتبسطتم واتسليتم واستفدتوا منه وطلعتوا منه يعني ولو بمعلومة تشجعكم إن أنتم تقوموا تشوفوا إيه المطلوب وإيه اللازم اللي ممكن نعمله، ما نكسلش في أي حاجة. ده فيديو النهارده يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.